السلام عليكم أصدقائي وأحبابي، أخوكم سيد السلام. المقطع الأول اللي كان قبل تربية أفراخ الدجاج، سألتوني أكثر الأخوان سألوني على المطحنة. هاي مطحنة هاي يشوفونها، هاي سعرها 25,000 بس ممتازة يعني، بس لا تلح عليها يعني بالشغل، يعني بالشغل تدوس دوسة وحدة وتطفيها، يعني لا تخليها تطحن أكثر من اللازم. ممتازة يعني تكفيك. يعني الألف، بالنسبة للألف حمص، تقدر إذرة، حنطة، عدس، هذني هواي اكو انواع للأعلاف كلها نفس الشي. هسه اراويكم شلون الطحن مالها. الطحن مالها هذا هسه نديره هنا، نديره بحيث شنو قدر هالقد، نقول نطبقها. هذا شوي انا اصور بيد وحده بس احاول. هالقد كافي. نفتحها نشوف. هذا صار هيك، نجي نديره. اذا تزود عليها شو راح يصير عندك؟ راح يصير عندك يعني شوف الخشونة مالته خشنة، بي ناعم وبي خشن، هذا يقدر ياكله. نكمل الطحن مالنا كله. التصوير بيد وحده هي مشكلة، يعني صدق هي مشكلة أكثر من تربية الأفراخ. هذا شنو قلنا؟ حمص وعدس، هذا اثنيناتهم بالكمية موجودة، ما حد ياكلها. زين بس نطبقه. قلنا نحسب مثلا للسبعة، 7 10 نشوف بعد. ممتازة هيك يعني تستخدمها. إذا لحيت عليها احتمال يعني تعطل. ليش تعطل ويا فايدتك؟ شوفوا شلون صار خشن، ناعم خشن. هذا ممتاز. دائما أنا هيك أسويه. هذا إضافة للسمك اللي راح أضيفه تم من المطبوخ، لأن هن عمرهن 15 يوم فما يحتاجن. كافي. شوف شلون صار. هسه نجي هنا عندنا هذا النوب. شنو نضيف له هذا المكون؟ اذا ضفنا بعد النوب عندي نقص الإذرة والحنطة. زين اطحنهن نفس الترتيب، اذبه وياهن. زين لان انا ما استخدم الف مركز، استخدم هاي طريقتي ناجحة. الالف يعني اي مرض، يعني انت شوف اذا انت صرفت تقول الف مركز افضل، انا الف مركز اجيبه وانهي الموضوع. شنو هاي الهوسه اطحنه وما شنو. الالف المركز صناعته واقول لك اياها يعني، وانا مسؤول عن هذا الحكي. صناعته الالف المركز يعتبر من اخس انواع الاعلاف اللي بالعراق موجوده. لا يقول لي فلان شي فلان شي فلان، حتى الغرب او الدول اللي يمك تريد تدز لك الف ما تدز لك الف درجه اولى. ليش؟ لان هذا يضر مصلحتهم. يعني أنا أصدر لك دجاج معلب أو دجاج مسلفن أو دجاج حي، ما أدز لك نوعية زينة. لأن أنت إذا قمت تعتمد على المنتج الوطني بعد ما تشتري من عندي، فأنا ما يصرف لي هاي. أبيع لك دجاج حي بمرض، فترة يطلع عندك المرض، أنت لقاحات ما عندك، خسرن كلهن وال20,000 و30,000 دجاجة راحن، انتهى الموضوع. مرة مرتين تبطل تقول هاي التجارة خسرانة. زين اعتماد تربية الدواجن الحقيقية أن تعتمد على المصدر. بيضة تجيك
بيها أمراض، أساسا هي بيها مرض، يطلع الكتكوت حامل للمرض. علاجات ما عندنا. وزارة الزراعة يعني هيجي لو تجيب لك واحد ما يفتهم عنده دجاجتين أحسن من دكتور موجود حاليا. يعني يجي يشرح لك يقول لك والله فلان مرض بيها. زين يابا فلان مرض، شنو العلاج ماله؟ والله هذا علاج أخذ فلان شيء وأخذ فلان شيء، وشوفهن طابن أو نصهن ماتن ونصهن عدلات. ماكو هذا الحكي. شوف المصدر منين المرض اجاني. اجاك اول بداية من الالف اللي تشتريه المركز. المركز مكون من اذرة معفنة، حنطة ما ياخذها الدولة، ما تاخذها، تقول لك هذا الف ما يفيد، او يجيبوا لك هم حنطة مخصصة للاعلاف متعفنة متروسة بكتيريا يعني نقول. زين ياخذها ابو المعمل يسويها، يطحنها، يبخرها. زين النوبة يدخلها بالمكبس يكبسها. قبل لا يكبسها شي يسوي هنا عندنا؟ ما يخلي مثلا زيت طعام ويا هاي. هسه من طحنها هو ابو المكبس يريد يسوي الف مركز، براعم يصير هيك صغار حسب النوعيات يعني البادي والنامي. فشي يسوي؟ لازم تذب عليه هذا دهن. هم شي يسوون؟ يروحون يلمون الدهن المحروق مال السيارات، تبديل السيارات، براميل يشترونها. وتقدر تسأل أهل تبديل الدهن، يابا هذا الدهن وين تودونه؟ يقول لك احنا نترسه براميل ونبيعه. ياخذون الدهن وين يديرونه؟ على هذا الألف، على مود ينكبس يطلع من العين مالت المكبس براعم صغيرة. هذا الدهن شنو هو؟ محروق. بي شنو الدهن؟ بي برادة. يعني الدهن لو كان مثلا دهن مال أكل ما يضر، لأن تقدر تمتص المعدة والفضلات البقية يروح، بس هذا ببرادة الحديد. زين بكربون، مواد هواي سمية. فجماعة تربية الدجاج اللحام نقول خصوصا يستخدمون هذا، لأن فترة شهر ونص شهرين إلا شوية باع. الدجاجة إذا ظلت بعد الألف المركزة 3 أشهر تموت اوتوماتيكيا. يعني ليش؟ لان راح يصير عندها انسداد. زين راح يصير عندها سوء هضم. 3 ما تعرف تاكل، تعطيها مثلا تمن هاي ما تعرف تاكله، لان تعودت على انه تاكله منقارها قاصينه، فهي لازم تاكل هيك تاكل، ما تقدر تنقر. فهنا الشغله التصميم مالهم على اساس يعني الالف المركز والله زين وجيب الف مركز ونطي، وهاي لا غلط. انا استخدم قلت لك الاذره، العدس، الحمص، الحنطه نظيفه. الحنطه اجيبها اغسلها مثلا واشرها اذا بالصيف تيبس نظيفه، المتاكد البكتيريا. هاي ما بيه بكتيريا. البكتيريا هي من تدخل تهبط المناعه عند الطير. اذا هبطت المناعه عند الطير شنو صار عندك؟ صار عندك مثلا نقول اول بداية سوء الهضم، يصير عندك مرض ابو ضريق، النوبة تبدي شوية شوية، لان هو ياكل وما يهضم او يذبه نصه ما مهضم. راح تطلع عندك السلمونيا، يطلع عندك القنبورة. النوب يبدي شنو مراحل؟ نيوكاسل طلع عندك، عالجت نيوكاسل بالاقراص اللي هي كلها خربانة. زين نيوكاسل عالجته طلع عندك النوبة شنو؟ اخوهم كل العمدة الكبير مالهم اي بي 1 العترة الاولى والعترة الثانية. هذا قضى لك على الموضوع كله، يعني معناها انت مشروعك انتهى صفر صار. فاكثر اللي يقولون والله شو اسمه الدواجن فاشلة، الاعلاف غالية. انت ما مجبور تاخذ اعلاف غالية. كو واحد طاقك على يدك قايل لك تعال خذ اعلاف غالية، انت تدور الشغله السهله. على اليمن اشتري لي مطحنه، اخذ لي كيس حنطه، كيس اذره، خبز يابس همينه تقدر تستخدمه، فد 5 روس ثوم. الثوم مضاد للبكتيريا، بس ما يقضي على البكتيريا، يطرد البكتيريا. فرق بين طرد او مناعه يخلي عند الطير، وبين يقضي. القضاء مضاد بكتيريا، والثوم
ما يخلي البكتيريا تجي لهذا العلف. هذا اريد اخزنه 3 اشهر، احط وياه ثوم، معليش، لان البكتيريا ما تقدر تعيش بالمواد الحمضيه والثوم اثنيناتهم. بالماي مالهن اخلي لي شويه خل ابيض. خل اراويكم الخل الابيض. خاف واحد يقول الخل الابيض، شلون الخل الابيض يابا؟ هذا خل ابيض، شوفوا هذا خل ابيض. تقدر تستخدم خل تمر، خل التفاح. منين اجيبهن؟ جيب لك فد 5 كيلوات 10 كيلوات تفاح من الخربان، عنده خضاره، اطق التفاحه نصين او 4 اقسام، اسويها التفاحه واحطها بسطل زين، واذب عليه شويه ماي ارو شويه، يعني نقول السطل ربع ماي والبقيه شنو؟ تفاح، واسده وخليه بمكان في ما بيه شمس. تخليه مثلا نقول شهر. تجي انه بتعصر التفاح بتور، تطلع منه الماي، تفوره بدون ملح، لان احنا ما راح نستخدمه بشري. على مود يقول لك الحلال والحرام لازم تخلي خاشوقة ملح، هنا همينه فقره. فتعصره تفوره على مود يقتل البكتيريا، وتاخذ من عنده هذا الخل هذا او الخل التمر او غيره، تاخذ منه شويه ويا الماي، ما يأثر لو يوميا تستخدمه. هذا ما راح يخلي عندك لا بالماعون المشربه مالتهن بكتيريا، ولا بداخلهن، لأنه راح ياكلن ويشربون الماي، فهذا ما راح يصير شنو عندك بكتيريا عندهن. يعني أنا معناها كافحت البكتيريا، كل ما تدخل بكتيريتين 3 قتلتهن، ما خليني يستفحلن. هذا بالنسبة لخل التفاح. هنا بعد ما قلنا هذا، هنا ايش راح اخلي وياه؟ اخلي الزنجبيل قلنا، والحنطة والإذرة كله مطحون. النوب شو اسوي؟ عمر يوم قلنا صوصج، هذا معروف، يوم يومين 3 صوصج، اثر مناعم وانطيهن يعودهن، لان هو الدود ياكل دود ناعم كان ويا امه. احاكي البيئه الطبيعيه ويا امه شلون كان دائما لابد الكتكوت جو امه، يعني معناها التدفئه كانت 30 32 35. اذا انا اوفر بيئه ماكو هواء، كانه يعني خنقه بس اكو هواء، يعني كغرفه بطن غرفه. هاي الحاضنه يبرد يروح يم الهيتر، يحتار يبتعد، عنده مجال يرتاح شويه. هاي الفكره كلها من التربيه الحقيقيه يعني. اما انت تجي ورحت جبت لي علف مركز وحاطهن بكرتونه لا بيها قلوب، والارضيه مالتها على الكرتون، وتقول والله يوميا قاعد يموت عندي واحد، يوميا شو هذا صار عنده مرض الفلاني، اجي القى 2 3 ميتات، انت قاعد تموت بيهن، مو هن يموتن. لان اول ما يطلع هو حامل المرض، بس يراد له اسبوع يلا يطلع عندك الاعراض. قبل الاسبوع او ال5 ايام الاولى هي نتيجه اهمال، نقل، بروده، حر شديد. اخذ قاعده الطير اذا صار عنده حر شديد يبين عندك تكرم الضروق مالته تصير مائيه زين. اكو بعض الطيور يصير على لون اخضر، هذا يسمونه تفريغ حراري، ماكو اشكال بيه. ليمون والحامض، يعني الليمون العادي هذا اللي الاصفر اللي احنا نقصه ونعصره هذا ممتاز. شاي مر هذه يفضل عندنا مرات ناس يشربون نص بالبيت ويبقى اجمع شاي المر ويا البثل، احط لهن ماعون يشربون منه ويلقطن بهذا الورق. هذا همينه مفيد هو وللبش، يعني البش انا جربت يعني، والبط الشاي المر ممتاز الهن. تجربه يعني، انا احكي لك عن تجربه، ما احكي لك انا والله روح شو اسمه اريد اسوي اعلان لفلان شغله وفلان شغله، لا. بعد هاي اللي من عمر يوم وعمر يومين اروح للصيدليه اقول له اريد مضاد بكتيريا مال اطفال، شراب اريد، يقول لي هاك، ينطيني علبه بيش يابا. هاي ناس تبيع ب2.5، ناس تبيع ب3، عموما انا دائما اخذها ب3 زين. اقول له وياك علبه فلاجين، هم شراب فلاجين مال اطفال. ليش مال اطفال؟ ليش مو مال كبار؟ ليش مو حبايه مثلا؟ الحبايه مره مال الفلاجين يحس بيها الطير ما يقوم يشرب،
الفلاجين محلى. زين انا من اجيب هذا الفلاجين، جبت العلبه الفلاجين، شلون راح استخدمها؟ اخذ قبق مال العلبه فلاجين ويا الماي، ويا جلاس، هذا اللي نشربه مال الماي جلاس. خلص انطي النوب شنو وراه؟ نخلص هذا الجلاس شربنا كله، النوب اجيب قبق مضاد بكتيريا. مضاد بكتيريا شنو راح يفيدني؟ طبعا عندك اللي مفهوم انه الطير علاجه يختلف والبشر علاجها يختلف، لا كله نفس الشيء، يعني كله نفس الشيء، بس الاختلاف الوحيد التركيز. مثلا البشر يحتاج مثلا نقول فد قبقين، يلا يكافح المرض عنده. هذا الطير نسبة قليلة، بس انا لان كثرة مو واحد، مو طير واحد وانطي انا فد شيء قليل، لا، فانطي قبق مثلا عندي 50 طير، استمر على هذا فلاجين، يوم فلاجين، يعني نقول من الصبح لحد الساعة 12 انا ناطي فلاجين، خلص الفلاجين مضاد بكتيريا، خلص مضاد. يوم ثاني الصبح فلاجين، العصر مضاد بكتيريا، 5 ايام واوقف. ورا ال5 ايام اباوع، حركتهن زينة، ما حاجة انطي، لان هاي المواد كلها سوت عندهن شنو؟ مناعة. البكتيريا عرفت نوعية الدواء اللي قاعد يستخدمه ابو المزرعة، شنو النوعية؟ فالنوبة شنو تصير عندها مقاومة، يعني هي النوبة تصير قوية. يراد النوب شنو؟ تبدل النوعية، تبدلها. هواي اكو انواع للمضاد البكتيرية، اي نوعية تستخدمها تكون مغايرة للنوعية الاولى. مثلا انا مضاد فطريات تجيبه، كان بكتيريا هسه فطريات، ما اريد استخدم اعشاب. مثلا تقدر النعناع تستخدمه، البصل تثرمه البصل ناعم بعد ما عبرن فترة وياكلنه، همينه هذا مضاد. الفرشة الارضية مالتهن اول اسبوع ما بدلها، ورا الاسبوع اشيلها، هاي الموجودة بالمكان الصغير اللي انا حوطته من القفص او الحاضنة اللي مسويها انا، اشيله زين، واجيب مثلا نقول ماي وملح زاهي. الزاهي هذا اللي نغسل بيه المواعين، وهاي شويه بويا ماي، وارش القاعيه، ارشها ويا خل، اخبطها، هاي خلطه اسويها، ارش القاعيه كلها اللي بيها تكرم الضروق، والهاي ارش بارتفاع فد 50 سنتي فراري، ارش الارضيه هاي كلها، وارجع فرشه جديده. هاي قضيت بعد انت على الامراض، يعني بين الارض والطير. المشارب مال الماي كل 3 ايام اطلعهن، اغسلهن بزاهي، انكتهن، اشرهن شويه بالشمس، واحط لهن ماي ارو مو ماي حنفيه اللي هو اساسا بيه امراض. زين اخلي فد خاشوقه مال مرقه خل، ليمونه اعصرها شويه اذا ما عندي خل، زنجبيل قلنا ويا العلف. الزنجبيل تروح للعطار تقول له اريد زنجبيل، الزنجبيل بيه حروره، من تخلي ويا هاي المادة وانت السمك شاوي وثارمه ناعم وخابطه ويا هذه المكونات كلها، ويا شوية كرفس ناعم الثرمة، ويا فد شوية ثوم الثرمة، حتى لو ما اكلني راح يطيح بالمكان الخارج عن هاي الصينية، هم ريحة يسوي طارد للناموس للأمراض كلها. فهاي الفكرة يعني انتو جربوها، ما خسران شي. انت جرب، اول ما تجيب الكتاكيت استخدمها، انطيهن ماي وشكر، اروح للصيدليه اجيب مضاد بكتيريا وفلاجين، زين استخدم الصوصج، سمك شوي، التمن يبدي من بعد ال5 ايام، انطيهن خاشوقه تمن شويه يتعلمن عليه، انه خبزه شويه ناقعه بثوب مثلا زايد من البيت، شوي شوي عاد علمهن، النوبه تستمر بعد ياكلن، يصيرن اكلهن مثل البشوش ما يهمهن، كل شيء الذبه ياكل. هذا اول بدايه تعطيهن ما يعرفونه، من تخلي وياه صوصج، تخلي وياه سمك، لا السمك بيه مواد يعني عجيبه، يعني يسوي عندك قفزه نوعيه مثل ما نقول. اول يوم الكتكوت صغير نايم، ثاني يوم شوفه يتحرك، ورا 5 ايام تشوف يعني الحجم ماله قام يتغير،
ورا 10 ايام لا نشط وقام يطفر. يوم 15 لا انتهى الموضوع. طفت الكهرباء، جت الكهرباء، ماي ناسيهن بدون ماي بدون علف مقاوم. لما يكبر مرحلة من ال 15 يوم ألقح نيوكاسل. أنا مستمر على المضاد البكتيريا هذا. ألقح نيوكاسل. نيوكاسل شلون ألقح؟ ألقح رش. نيوكاسل رش. للبيطري تقول له أريد رش. تكظ هاي المرشة موجودة مال الزراعية، أرش عليه المكان كله بعد ما أطفي الهيتر، أرش كله بارتفاع مثلا السقف الغرفة كلها عليهن كله رش. النوب ورا 20 يوم 25 يوم أسوي قرص. قرص أكو ألماني وأكو عراقي. أستخدم أنا العراقي رخيص أول شيء ب 3000 دينار، لأن أنا ما أريد أخسر، أنا أريد أستفاد وما أضر المقابل. يعني أنت مو تأخذ من عندي طير هو 3 أيام ومات، والله شنو ما ملقح. أنا قايل لك ملقح كل اللقاحات، لا مو كل اللقاحات، اللي يبيعون ما يلقح لك، لأن ما يريد يخسر يبيعها هيك. زين إذا ملقحة مضاد مال بكتيريا، يعني التهاب الصرة يجيب له مضاد بكتيريا شراب وينطيهن كلهن 1000 2000 ايش قد شربان ما شربان هاي هي. والتهاب الصرة مو كلهن يصير، يعني اكو من يفقس ويطلع يرفس برجله قشر البيضة فيخلع شوية يعني من عنده لحمة صغيرة، فهاي يصير عنده التهابات. اكو لا، اكو يطلع طبيعي. فاخوان اخذوا بنصيحتي وسووا علف الدواجن بالبيت افضل، يعني لان هسه كله مغشوش وخسارتكم قاعد تصير من هاي الناحية. اهم شي قلنا التدفئة بالشتاء، العلف مصنوع بالبيت زين. الفرشة كل 3 ايام 4 ايام، هاي اول بداية، كل 3 ايام 4 ايام ابدله الفرشة، اعقمها، ما اخلي احد يدخل. ابوي اخوي من امي وابوي ما دخله، انا بس انا اللي ادخل اشوفهن اتابعهن، لان هذا ما تعرف منين جاي، رايح الغير دواجين وجايب بحذاءه وجايب بهدومه بكتيريا ودخل زين ونقل لك المرض. ما دخله. اذا ردت ادخله الا بحاله اطلع قسم ايش قد تريد يابا انت، مثلا انا رايد لي 50 زوج، اروح اجيب له 50 زوج احطهم بصندوق، هاي ابو 50 زوج. لا والله اذا اني سيدي صغار ما يعجبني والله ما ارجعهن نفس المكان ويا اخوانهن، لا مسوي لي قفص للبيع، هذا ارجعهن بقفص البيع بعد ما يدخلون ويا شو اسمه، لان هذا كظهن نقل بكتيريا. اشيلهن اوديهن ورا 4 ايام 5 ايام اجتني البكتيريا انقضى على الحلال مالي كله. هو واحد يقول لك لا والله اجاني فلان وطقهن عين، بس شافن ما صلى على النبي، هو صلى لو ما صلى، هن ينطقن عين لا تقول لي زين. اكو ناس اجتني واللهم صل على محمد وآل محمد وراحوا ورا 3 ايام بدا الموت. فمو قصد، هو قصد انت ليش تفرج حلالك للعالم. هي مو يعني شطارة ان هل قد عندي عدد، انا اقدر هسه اراويكم آلاف، بس ما اريد اراويكم. ليش؟ لان انت لا تقول هذا ايش قد عنده وايش قد ما عنده، ما حاجة. انا انطيك عينة تجربة، انت تاخذ هاي العينة التجربة تجربها انت، تجربة حقيقية. يعني قلنا هذا الالف وهاي المطحنة صغيرة للي عنده نقول 500 كتكوت كافي عليك. هاي تطحن لك 5 كيلوات كل ساعة وترجع عليها ورا ساعة 5 كيلوات ويصير عندك ألف كافي. تريد مشروع أكبر تصنع وحدة أكبر، ما يراد لها أنا ترى هم أصنع مطاحن. هو عبارة عن ماطور موجود هنا، وهنا عندك السكاكين اللي يسمونها هاي السكاكين، شوفوها هاي السكاكين موجودة، شوفوهن هنا ما واضح عندي بالكاميرا. واثنين لي فوق واثنين جوا. هاي تقدر نفس الحالة تستخدمها على أكبر، بس الثقب منه، هذا الثقب هنا ظروف، هاي من تطحن راح يطلع منها القياس اللي انت تريده. تريد أكبر أكو موجودة أكبر، يعني خدمية. أنا بالنسبة لي خدمية، يعني 500 ألف مسيطر، يعني
لان انا مو بس اعرف عدس وحنطه وش اسمه، هذا حطه الهن زياده خير. انا الفي الاساسي قلت لكم السمك زين، فضالة البيت، تمن مطبوخ مو ما مطبوخ، ما مطبوخ ما يصير، سمسم ما يصير، كله ما يصير. تجربة جربوها وإن شاء الله تدعولي. وأي استفسار تريدونه راسلوني وأنا أوضح لكم على المواضيع كلها. أهم شيء الكتكوت من أول ما يجي وتستلمه تدفية مايو شكر ساعتين، النوب مضاد بكتيريا أو فلاجين واحد من عندهن، النوب تقدر تخلي قطرتين 3 ليمون بالماي، النوب تجي صوصج ويا هذا الألف اللي الخلطة اللي ذكرناها، النوب 4 أيام 5 تقدر سمك شوي وترموا لهن تطي، وشوف النتيجة يعني رهيبة رهيبة. وأنا أتمنى يعني من كل أهل الدواجن يعني بالعراق أن يستخدمون هاي الفكرة، يعني لا يروحون على الشيء السهل، جاب طن وطنين وثلاثة، أنت جيب طن وطنين وثلاثة بس أنت سوي، أنت اشرف عليه وشوف يصير عندك أمراض. المبلغ التنطي للأدوية أنت تقدر تنطي للعامل اللي راح يطحن لك هذه المواد، وأنت بالأمان نسبة النجاح مالتك توصل 98%. ليش أروح أخاطر بألف ما أدري شنو حاطين بيه، قصب، عودان، حشيش. دخلوا المقاطع الأخرى باليوتيوب تلقون يحطون مثلا بيضة وحشيش وطلع عندك هذا الألف. ما يصير هيك. أنت أما تبدي مشروعك أنت وتتعب عليه وتشرف عليه أنت، لا تخلي واحد والله اعتمدت على فلان، على فلان خطأ. أنت أبو الآنة، أنت استلم الشغلة وأنت ديرها، هو ما يعرف يقول لك أنا مش مدريني. أنت اشرف على نوعية الجودة، العلف الحنطة كنت تنوكل، العدس ينوكل بشري، إذا نوكل بشري فالطير يقدر يأكله بدون أمراض. وإضافة أنت حاط ويا الماي مضاد بكتيريا، أنت بالتوب أي خسارة ما تخسر. أنا الألف أحصل منه خير من الله، يعني أشتري الكتكوت ب1000 دينار أصرف عليه أبيعه ب2000 2000 ونص خلال 20 يوم. فشون تريد أنت المشروع الزين؟ يعني الألف أنا حصل بيه الألف أشتريه ب1,000,000 وحصل عليه 1,500,000 أكثر من سعره. خسارتي يقول 500 يلا ويا الموت. أنا ما عندي موت، أنا ربيت ألف ماتن 10، واعتبرت هذن 10 اللي ماتن طريق، تدرون طريق وشي فوق شي وروح وتعال وروح، وأساسا هو جاي يعني عمره يوم، أكو قسم يعني يريد يكمل العدد ينطيك توه مفقس، توه ماي مال البيضة على ظهره. 10 من 1000 هاي مو خسارة، الخسارة تبدي من الربع أو أكثر من الربع. يعني أنا عندي 1000 وخسرت مثلا 750 ومستمر الموت عندي، هاي خسارة بدت. الخسارة بي من بالربح مو برأس المال. يعني مهما تسمع أنت فلان قال له خسر، صحيح هو خسر الربح ماله بس ما خسر رأس المال. الخسارة اللي تصير عندك إدارية فنية، هاي اللي خسارات اللي تصير عند المربين يعني. فأنا أنصحكم بتربية الدواجن يعني بهاي الأسلوب راح تنجح، وأي مرض يصادف عندك تعرفه تكرم من الضروق ماله. هو يعني سبحان الله شون المرض يطلع رأسا، إن كان الضرب جوزي أبيض أخضر دموي زين، كله أسبابك أنت. شكو مرض يصير أنت سببك، فرشة مبللة أرضية يعني مالتهن، العلف مثلا الماي فاسد وسخ، هاي الأخطاء. أخوكم سيد السلام.